السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي يا اصحابي؟ اهلا بيكم في فيديو جديد في قناتي وقناتكم. جوعتني النهارده. ان شاء الله هنعمل مع بعض احلى بيتزا ايطالي ممكن تاكلوها في حياتكم تما. يلا بينا نبدا كده، واقول لكم بس ما تنسوش تصلوا على النبي وتعملوا اشتراك للقناه اللي ما اشتركش، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وان شاء الله هيعجبكم. ما تنسوش تشغلوا الجرس عشان خاطر يجيلكم كل الفيديوهات، واللي جاي كله دمار ان شاء الله. اول حاجه معانا كوبايه ونص لبن. انا استخدمت لبن النيدو، دوبته في ميه دافيه، لازم اللبن يبقى دافي. معانا 4 معالق سكر صغيرين، ومعانا ربع كوبايه زيت. انا مستخدم زيت زيتون بيبقى طعمه احلى بكتير في الاكل. ومعانا 4 معالق خميره صغيره. هنقلب الكلام ده كله. بعد ما اتاكدنا ان هو داب وكلهم الخميره دابت، عندنا على حسب دي اللي انتوا عايزين الكميه، انا حاطط 5 كوبايات دقيق، بس هنحطهم على نصين ونقلب، نخلط الكلام ده كله مع بعض. واول ما نوصل للقوام ده نبدا ان احنا نضيف بقيه كميه الدقيق. نحط الدقيق الاول. عندنا معلقه خل، معلقه ملح صغيره. نعجن الكلام ده كله تاني لحد ما نوصل للقوام ده كده، ونلاقيها لمت معانا، ونلم بيها الجناب ما بقتش تلزق. هنحطها في طبق تاني لحد ما تخمر، ونزيته حلو كده عشان العجينه ما تلزقش فيه. نحط نقطه زيت، نرجع العجينه من على الوش، وهنغطيها بالاسترتش. نلفها حلو ونمنع عنها الهواء، ونغطيها ونسيبها لمدة ساعة، ساعة الا ربع. بعد كده نرجع نبص عليها. وعشان نعمل الصلصة بتاعة البيتزا هنجيب صلصة جاهزة. نحط توم باودر، بصل باودر، معلقة زعتر، وهنحط الكاتشب. شوية زيت زيتون. نقلب الكلام ده كله ببعض، وكده بقت الصلصة بتاعت البيتزا جاهزة معانا. وادي العجينة بعد ما خمرت هنفكها كده من بعض. هنرش شوية دقيق، نطلع عليهم العجينة. هنقسم العجينة دي على 2، وكل نص على 2. نكورها كده. طبعا هي القطعة مش متساوية شوية، بس احنا هنعملها احجام.
هنجيب الصينيه اللي هنفرد فيها العجينه، رشه دقيق صغيره، نحط العجينه، رشه دقيق صغيره، ونفرد بايدينا. بعد ما فردناها كده هنجيب الشوكه ونخرم العجينه. بعد كده هنجيب الصلصه، نفردها. عندنا زعتر هنديلها رشه كده من على الوش، بيدي طعم حلو جدا 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 في البيتزا. فلفل الوان نحط، وطماطم، فلفل حار، كل اللي احنا عايزينه نحطه، اللي موجود عندنا نضيفه. عندنا الحشو مثلا فراخ، بنرش بقى الموتزاريلا من على الوش. هندخلها الفرن على درجة حرارة 180 10 دقايق. بعد كده هنولع الشواية اللي فوق لمدة 5 دقايق وطلعها. استني زي ما انت. تعالي بقى معايا كده. قوي. مية في المية بالظبط. قعدت نص ساعة في الفرن. درجة حرارة 180 في النص على الشبكة، ولع من تحت نص ساعة بالظبط تطلع كده. بص طريقة ازاي، بص بص طريقة ازاي. جربوها، حلوة قوي قوي.